برنامج لكل العرب من المحيط، لا لا المحيط هون هيك هون إلى الخليج. معي من الدار البيضاء الصحفي الرياضي الزميل منير باهية. منير مساء الخير. اهلا وسهلا، مساء النور. يا مساء الخير. بنقول لكم مبروك تتويج فريق جديد، وجه جديد. حلو الواحد احيانا يكون في وجوه جديده تطل علينا بين الحين والاخر. بالتأكيد، خاصة إذا كانت من منطقة رائعة افتقدت هذا التتويج مثل المنطقة الشمالية بالمغرب. نعم. الوجوه الجديدة هل تعني شيء؟ تعني بالتأكيد على أن ما كان سائدا انتظار الفرق الكبرى هي التي تكون في المقدمة دائما تتنافس على اللقب، والفرق الصغرى تكون منشطة للبطولة. هذه المرة في أول سنة بين قوسين احترافية للبطولة للكرة المغربية يتوج هذا الفريق، وهو في حقيقة تتويج للمدرب الوطني، تتويج للاعبي المدرسة. لا ننسى أن فريق المغرب التطواني راهن على لاعبيه الشباب الذين ينتمون إلى مدرسة الفريق، عكس الفرق الكبرى التي راهنت على نجوم أدخمت بهم تشكيلتهم لكن عجزت عن تحقيق ما حققه الفريق التطواني بالحماس والعزيمة والإرادة وبالاستقرار الإداري في شخص السيد أبرون. إذا هناك رهانات متعددة يمكن أن تلخص تتويج فريق المغرب التطواني، أبرزها كما قلت مدرب وطني، لاعبين شباب، واستقرار في المكتب التقني، ثم جمهور رائع وحماسي كما تلاحظون على الصور. حقيقة جمهور نعم رائع. لكن سؤالي، هل فعلا هذا الموسم هو أكثر موسم إثارة؟ يعني اللقب حسم في المباراة الأخيرة والمركز الثالث فارق الأهداف. بالتأكيد على أن هناك إجماع على أن هذه الموسم كان استثنائيا، لأول مرة تقريبا يحسم اللقب في مباراة أخيرة تجمع بين فريقين يتنافسان على اللقب، إنها أشبه بنهائي كأس. بالتالي كانت لحظة استثنائية وربما كانت متوقعة، خاصة بعد البداية المتذبذبة لفريق الرجاء البيضاوي، ثم الانهيار المفاجئ لفريق الوداد البيضاوي، ثم أيضا تراجع فريق الجيش الملكي. إذا كان منتظرا منذ دورات بعيدة على أن يلتقي فريق الفتح الرباطي والمغرب التطواني على خط النهاية، وهذا ما حدث. لأول مرة الكرة المغربية تعيش مثل هذه الصورة الرائعة، ولأول مرة يجمع مركب الأمير مولاي عبد الله مثل هذا الجمهور الكبير، خاصة وأننا نعرف أن فريق الفتح الرباطي يعاني من مدرجات فارغة تماما. لأول مرة يستضيف الفتح الرباطي بمثل هذا الجمهور الكبير. هنيئا لكم. فريقين مثل الوداد والرجاء. هنيئا لكم أخي منير، وطبعا صدى الملاعب هو صداكم أيضا. شكرا لك منير باهي زميلنا الصحفي الرياضي. أكيد، شكرا جزيلا. شكرا. ومن